في الفيديو ده انا جايب لك مايك ممكن يخليك ترمي كل المايكات الغاليه عندك في الزباله، لان ده هو الفايفاين AM8 وسعره ما بيعديش ال $50، بس بيقدم اداء مايكات ب 200 و$300. فتفتكر هل ده فعلا حقيقي ولا هو بس مجرد كلام؟ انا جبت المايك ده وهنختبره فعلا في الظروف الصعبه عشان نعرف فعلا هو افضل مايك اقتصادي ولا كلامه بس. فكمل الفيديو معايا للاخر عشان في مفاجاه جامده ليك يا عزيزي المشاهد، ونصيحه مني ما تفوتش المفاجاه دي. وبدون ما نطول المقدمه اكتر من كده يلا بينا نخش على الفيديو على طول. في البدايه كده لما بتفتح العلبه مش بتلاقي مجرد حته بلاستيك رخيصه زي ما تتوقع من السعر، انت بتلاقي تصميم عصري جدا. المايك بيجي بقاعده معدنيه محترمه وتقيله، مستحيل يتحرك او يتهز من على مكتبك، بس كان وانت منفعل في اي لعبه او حتى بتسجل فيديو عادي. بس استنى، المايك ده دايناميك. ويعني ايه اصلا دايناميك؟ وليه دي اهم خاصيه ليك انت محتاجها كجيمر او حتى صانع محتوى؟ يعني لو انت بتلعب ومندمج في اللعب قوي وانت هالك كارت الشاشه بتاعك وصوت مراوحه حرفيا مخرتقه البيت كله، المايك الدايناميك ده بقى هيعزل كل ده تماما وهيبقي صوتك انت بس، لان هو مصمم انه يتجاهل اي ضوضاء بتحصل حواليه، بيفوكس على مصدر الصوت الاساسي اللي هو صوتك انت. ودي ميزه مستحيل تلاقيها في المايكات الكوندنسر العاديه اللي بتلقط حتى صوت النفس اللي بتاخده. بس استنى برضو، لو فاكر ان دي كده احسن حاجه في المايك انت غلطان. الموضوع ما بيقفش هنا ابدا. المايك ده فيه ميزه خرافيه جدا ونادر جدا انك تلاقيها في مايك بالسعر ده، وهي ان في مخرجين مش مخرج واحد. ايوه زي ما سمعت كده، عندك USB وXLR في نفس الوقت. يعني لو انت لسه بتبدا في اليوتيوب او الاستريمنج وميزانيتك محدوده، هتوصل وصله التايب سي في المايك والUSB في جهازك وتعيش حياتك، وبتركبه بيشتغل على طول من غير اي تعقيدات ولا درايفرات ولا اي حاجه خالص. ولو قدام شويه قناتك كبرت وقررت انك تجيب كارت صوت احترافي عشان تعلي جوده الصوت، فالمايك ده مكمل معاك بواسطه الXLR. انت متخيل العظمه؟ ده فعلا استثمار حقيقي للمستقبل. بتدفع مبلغ بسيط في مايك هيعيش معاك فتره طويله ويتطور مع سيت اب احلامك، ومن غير ما تشتري مايك جديد كل فتره. وطبعا بما اننا بنعشق الهاردوير في القناه دي، يبقى لازم طبعا يكون في اضاءه RGB. لا ومش اي RGB، دي بلمسه واحده تقدر تغير الالوان اللي انت عايزها، وفي بقى كل الالوان الساده واللي بتقعد تتغير وكل حاجه. بص عيش. والاهم بقى من كل ده وهو زرار كتم الصوت او زرار الميوت. والمفاجاه بقى ان زرار الميوت ده برضه تاتش، بتعديه من قدامك كده بصبعك يقوم مطفي وسبحان الله ترجعه تاني يقوم مشتغل. يعني حاجه سبحان الله والله. يعني هقولي عارفين انت لو عملت ميوت محدش هيسمعك خالص. وكمان عندك بكرتين للتحكم في الصوت، وعندك بكرات سلسه جدا عشان تتحكم في مستوى الصوت بتاع المايك بتاعك، ومخرج عشان توصل سماعتك بالمايك وتسمع صوتك من غير اي تاخير او لاج. هنشوف جوده الصوت بتاعك في البث المباشر مظبوطه ولا لا. طيب كفايه بقى كلام نظري وتعالوا نطبق عملي. تعالوا نجرب الصوت عملي قدامكم دلوقتي. هجربه قدامكم دلوقتي. الصوت اللي انتوا سامعينه دلوقتي ده طالع من الفايفاين AM8 وهو جنبي اهو زي ما انتوا شايفين. والصوت ده طبعا من غير اي فلاتر ومن غير اي برامج، ده صوت المايك الاوريجينال. وده كده يا جماعه ده صوت المايك زي ما انتم شايفين كده، ده صوت الفايفاين AM8. تعالوا نشوف دلوقتي الصوت يعني من غير المايك اهو. هنعمل كده كده يا جماعه. رجعنا المايك تاني وزي ما انتم شايفين كده بصوا كده. بصوا انا كده بتكلم، بصوا كده من المسافه دي انا كده بتكلم برضو. حرفيا هو صوته عالمي. انا كده مقرب جامد جدا. انا حرفيا لازق في المايك. بص انا كده بعيد، انا مش عارف انا كده صوتي مسموع ولا لا. كده هو مسموع. كده انا بتكلم عادي. فاحنا ممكن نزود الرينج بقى. انا قفلته خالص كده. انا معليه على اعلى اعدادات. ايه اعلى دي؟ انا كده معمول على اعلى اعدادات زي ما انتم شايفين. وده صوته والله ينفع فيديوهات SMR ده. ماشي زي الفل. ماشي هو زي الفل كده. ده زي ما شفت كده ده صوت المايك. كملوا الفيديو بقى. بجد يا جماعه الصوت خرافي جدا، واكتبوا لي رايكم برده في الكومنتات لان هو عاجبني جدا على المستوى الشخصي. مستحيل تصدق ان الجوده دي طالعه من مايك بالسعر ده. انزلوا دلوقتي حالا في الكومنتات واكتبوا لي تقييمكم للصوت من 10، وهل فعلا شايفين ان هو يستاهل الضجه دي كلها ولا لا. سؤال بقى، هل المايك ده ما فيهوش عيوب خالص؟ لو هكون صريح معاكم هو في عيب واحد بس هو ما يصنفش عيب بالمقارنه مع المميزات اللي انا لسه شارحها لكم من شويه. والعيب الوحيد ان خامات الجسم نفسه من البلاستيك، مش معدن بالكامل زي المايكات الغاليه. بس الصراحه البلاستيك بتاعه قوي جدا ومتين وبالسعر الخيالي ده. دي مش شكوى اصلا ومحدش يقدر يعترض. انت بتتكلم يا معلم في $50. الخلاصه لو بتدور على مايك يرفع جوده محتواك في السماء ومش عايز تدفع كتير، او حتى بتلعب مع اصحابك وعايز صوت نقي، فالفايفاين AM8 هو افضل خيار مناسب ليك، وهو ملك الفئه الاقتصاديه بلا منازع. واتحداك في الكومنتات تحت تجيب لي مايكات اقوى منه في نفس فئه السعر. ودلوقتي بقى وصلنا لاهم لحظه في الفيديو، وعندي ليكم مفاجاه اسطوريه. انتوا طبعا عارفين اننا في تكنو هاردوير دايما بنسعى ان احنا نطور من نفسنا ونطور
بطور منكم، وعشان كده انا بقالي فتره شغال على كورس ضخم جدا هيعمل لكم نقله تانية خالص. بس التحدي المره دي مش ان اقول لكم الكورس هو عباره عن ايه، التحدي هو انكم انتوا اللي تخمنوا، لان انا هقدم 40% خصم لاول 20 شخص هيتوقع الكورس ده يبقى عباره عن ايه صح في الكومنتات، واختار من الفيديو ده خلي بالك هل هيكون عن اسرار صناعه المحتوى، ولا احتراف الهاردوير وتجميعات البي سي، ولا حاجه تانية بقى خالص تبع التصميم والبرامج. شغلوا دماغكم وانزلوا تحت في الكومنتات خمنوا عشان تاخدوا ال 40% خصم، خلي بالك لان ده ل 20 شخص بس، واول 20 اجابه صح هيكسبوا بالخصم اول ما الكورس ينزل. فما تنساش تعمل لايك للفيديو وتتاكد انك مشترك ومفعل زر الجرس، مش هنبهك تاني علشان تلحق الخصم، عشان تعرف اجابتك صح ولا لا في الفيديو الجاي. واشوفكم في فيديو جديد، يلا سلام.